يعني هذا اليوم زيارتنا لهذا المركب اللي تم إنجازه من طرف المجلس الجهوي، هو مركب للصناعة التقليدية. هذا المركب أولا كما لاحظتم بأنه غلاف المالي تقريبا 20 مليون ديال درهم و 21 مليون ديال درهم، تم إنجازه 100%. ما زال حتى الآن هناك يعني التكميلي، يعني المشروع التكميلي له اللي هينعطوا انطلاقته عن قريب فيما يناهز 10 مليون ديال الدرهم. شفتوا بأن هناك قاعات للمؤتمر اللي يعني ممكن عقد فيهم مؤتمرات إلى آخره، فيه كذلك قاعات للتكوين، فيه سكن، فيه كذلك مساحات للعرض، عرض المنتوجات في مختلف اختصاصات الصناعة التقليدية، في لا بيجوتري، في لا تابيسري، في يعني لوبوا، في كل هذه المنتوجات اللي كذلك بأنه لا يسمح بتكوين طلبة اللي عندهم البكالوريا باش يقدروا يكملوا يديروا سنتين بعد البكالوريا. وفي
في كذلك يعني اكتتاب أساتذة من طرف الوزارة المعنية، وهذا يعني نعتبروه بأنه إن شاء الله ليكون صرح جديد ليدعمنا هذا الشق اللي هو شق الصناعة التقليدية. وأنتم تعلمون كذلك بأن هذا البرنامج يجي في إطار عقد البرنامج اللي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا.